انا لو عايز اعمل كليب جنسي هعمل كليب جنسي فعلا، انما انا عامل عمل فني، اغنيه متصوره يا فندم. بس اللي احنا شفناه ده في الاغنيه، انت شايف انه له علاقه بالفن؟ والله لا، ملوش علاقه بالفن كفن مثلا زي الاستاذه ام كلثوم او حاجه كده، انما هي رؤيه مخرج. لا مش عايزين نزعج ام كلثوم في كبرها، يعني نتكلم احنا بنواجه يعني. انت شايف انه عمل زي ده، طب انت هدفك منه ايه؟ انا هدفي منه ان انا اقدم راقصه جميله، اقدم صوت حلو، اقدم اغنيه للصيف للشباب. بس انت عامل الاغنيه هنا التعبير بالجسد وبالصدر، والتعبير بكل مناطق الاثاره الجنسيه، انت مش عامل اغنيه. وانا عامل اغنيه، وبالنسبه للتصوير انا مجرد رؤيه مخرج يا فندم، مش قصدي بيها لا خدش حياء ولا دخل نفسي في مشاكل ولا الكلام ده كله. طيب انا عشان بس الصوت ما كانش مسموع هرجع اسالك تاني. هي بتقول انت خدعتها. اتفضل. انت خدعتها، هي رايحه وفقا لاعلان، فكانت بتعمل تيست، انت خدت التيست بتاعها ده ووظفته على هذه الاغنيه. لم يحدث هذا الكلام، وعندي ما يثبت من الحاجات اللي متقطعه في التصوير الاصلي ان هي كانت عارفه، وانها حاضره المونتاج، وان رزق رمضان حاضر المونتاج، والناس كلها عارفه. هم الاثنين كانوا عارفين ان احنا بنعمل اغنيه فعلا. مين رزق رمضان؟ ضغط عليها هذا الشخص اللي ظهر معاها، وقريت النهارده ان هم اتقبض عليهم هم الاثنين. رزق رمضان ده بيشتغل ايه؟ موجود. ممثل. طب انت عملت الكليب؟ ظهر معانا في الكليب. انت عملت الكليب ده كان في بيتك؟ ايوه، انا عندي شركه، وساعات بنصور داخلي وساعات بنصور خارجي، ويعني ناس كتير فاتحه شركات في بيوتها يعني. طيب استاذ وائل، كان معايا الاستاذ عبده المحامي كمان من شويه بيقول ان دي مؤامره، وانت متخصص في كليبات من هذا النوع، وهدفك هو تشويه المجتمع المصري واظهار مصر بهذا الانحطاط، وان انت عملت كليبات بهذا الشكل يعني، وبيستند الى انه جنسيتك الامريكيه تؤكد هذه التهمه يعني. والله يا فندم، اولا هو كل واحد حر في رايه، انما لو عملتوا يعني بحث على اسمي هتلاقي ان انا قدمت لمصر من ساعه ما جيت مصر من سنه ونص حوالي 10 فيديوهات ب3 لغات مختلفه لدعوه الناس للسياحه عندي، وقدمتها هديه مجانيه للتلفزيون المصري. الكلام ده في برنامج ملفات القناه الاولى. حصل كمان ان انا عملت فيديو دعوه للسياح العرب عشان يجوا شرم الشيخ، عليه اكثر من 2 مليون مشاهده، وبسببه جه ناس كتير. كمان عملت فيديو كليبات للايتام في عيد الام اللي فات، عملت فيديو كليبات لرمضان في ادعيه دينيه، عملت برامج، عملت الكاميرا الخفيه مع التلفزيون المصري السنه اللي فاتت، رمضان اللي فات ده على طول. انا لست متخصصا في الجنس ولا الكلام الفارغ ده، انا دارس في امريكا اخراج سينمائي، ولما رجعت مصر لقيت ان السينما فيها احتكار، قلت خلاص نشتغل على اليوتيوب على اساس الناس تعرفني، وفعلا اصبح ليا جمهور وكله تمام. لكن كان في مشكله جامده جدا اني ادخل الوسط الفني، لان كل البيبان اتقفلت في وشي كالعاده كواحد جديد جاي يدخل الوسط، فاضطريت اعمل حاجه للفت الانتباه مش اكتر. طيب لما انت واثق من موقفك، من فضلك لحظه واحده، انا معاك، انا اديك الفرصه كامله يا استاذ وائل، اتفضل. انا ما خدعتش حد، انا ما ضحكتش على حد، انا ما دفعتش مليم واحد لرضا الفولي، انا ما دفعتش مليم واحد لرزق رمضان. جم يساعدوني بحب، جم يساعدوني باخوه. الكلام اللي بيحصل ده لان انا متاكد ان في ضغط عليها في النيابه علشان تقول ان هي قبضت عشان تتظبط التهمه صح. هي طبعا لا تفقه شيء في القانون ولا تفقه شيء في الفن، ولكني انا حاولت اعمل منها نجمه، وفعلا هي اصبحت نجمه، دي حقيقه. نجمه ايه بس يا استاذ وائل؟ خلينا يعني، هي النجمه بالصدور الطائره وبالاجساد العاريه لا يا فندم، النجمه النهارده جالها عروض من لبنان ومن دبي بفلوس كتير. معروض، ما انت عارف بقى عروض ايه؟ عروض فنيه استاذ وائل بس. عروض فنيه، ايوه، عرض استعراضي راقص، واتصل بيا فعلا شركات من بره مصر عايزيننا نيجي نحيي حفلات ده. يعني اقسم لحضرتك ان يعني انت اعلنت مولد نجمه جديده. اتصلوا بينا عشان نيجي كمان. يعني انت اعلنت مولد نجمه جديده يا استاذ وائل، ما هو تصميمك على كده، انا عملت منها نجمه. ما هو نجمه لو جبت واحده بتخلع ملابسها في الشارع الناس هتتكلم عنها يعني. ما انت عامل
واحده بتخلع ملابسها. سلمى لم تخلع ملابسها في الفيديو كليب، ما اعرفش الحاجات دي ايه، حضرتك شفته؟ الفيديو كليب يعني الفيديو أيوة كليب اللي اثار هو انا بس اللي بقول اللي اثار كل هذه الضجه ووصل الى ان النيابه تتعامل معه على انه فعل فاضح. شايف انه عمل فني؟ والله يا فندم مش عمل فني، انا عملت فيديو كليب وطلعته على صفحتي على الانترنت. الانترنت حضرتك عارف عليه كل شيء وليس عليه اي رقابه. طيب مباحث الاداب دخلت على الخط بتقول ان انت اعتبروه بهذا الشكل، اوكي ده رايهم، انا ما فيش مشكله عليا، وفي نفس الوقت حتى لو في مشكله عليا انا راجع مصر في معادي علشان اواجه اي مشاكل ضدي، ما عنديش مشكله. طيب ما هو هنا السؤال، لما انت واثق حضرتك ان انا متفق على الشغل بتاع تونس ده من شهر فات، انا متفق على الشغل بتاع تونس ده من شهر فات، يعني انت مش هربان؟ هربان فين يا فندم؟ انا بشتغل مع اكبر مطربين في تونس النهارده، بنصور فيديو كليب وسيت كوم علشان رمضان اللي جاي والعيد، هكون في معادي في مصر عادي. ده مش كده وبس، انا هاجي قبل معادي كمان، كنت من شويه بتكلم الخطوط التونسيه علشان اشوف انهي ميعاد متاح علشان اجي، علشان المشكله اللي حصل سلمى ورزق دلوقتي. لا، ما انت لما تلاقي مشكله زي دي، لو انت مؤمن بموقفك استاذ وائل، تقول في طياره الصبح على طول، في طائره كل يوم من مصر الى تونس. سواء انا قلت لهم اقرب طياره، قالوا لي خلينا اتكلمنا كمان ساعه، قلت لهم اوكي. فانا دلوقتي مع مداخله مع حضرتك وهكمل كلام معاهم اشوف اقرب وقت اقدر ارجع فيه مصر امتى. طيب يعني انت بتقول مش هارب وان انت راجع مصر؟ لا يا سيدي الفاضل، هارب فين؟ هارب ايه؟ لا طبعا. ما هو النيابه هتوجه لك نفس الاتهامات اللي وجهت الى على عيني وعلى راسي. يعني الشخص بريء حتى تثبت ادانته.